السلام عليكم. قبل أن تختار الكهرباء الصناعية تعرف على آفاقها الحقيقية. هل سمعت عن هذا التخصص؟ مطلوب في المصانع وأنه يمكن أن يفتح لك أبواب العمل، لكن في المقابل هل تعرف فعلا ماذا ستفعل بعد التخرج؟ هل ستعمل في مصنع؟ هل يمكنك العمل في الصيانة؟ هل يمكنك التخصص في الأتمتة؟ وهل الدبلوم وحده يكفي؟ في هذا الفيديو سنكتشف الآفاق الحقيقية لتقنية الكهرباء الصناعية، وما الذي يمكنك فعله لتصبح تقنيا أقوى وأكثر تنافسية. أولا، الكهرباء الصناعية ليست مجرد تركيب الأسلاك. أول خطأ يقع فيه بعض الطلاب هو الاعتقاد أن الكهرباء الصناعية تعني فقط تركيب الأسلاك. الحقيقة أن المجال أوسع بكثير. تقنية الكهرباء الصناعية يمكن أن يتعامل مع اللوحات الكهربائية، المحركات، دوائر التحكم، أجهزة الحماية، أنظمة التشغيل، أجهزة القياس، الصيانة والتشخيص. وهنا تحتاج إلى أكثر من المعرفة النظرية، نحتاج إلى فهم وتطبيق وحل المشاكل. ثانيا، العمل في المصانع من أهم المجالات التي يمكن أن يتجه إليها تقني الكهرباء الصناعية هو القطاع الصناعي. تخيل مصنعا يحتوي على عشرات المحركات والآلات وخطوط الإنتاج. عندما تتوقف آلة يمكن أن يؤدي ذلك إلى توقف جزء من الإنتاج، وهنا تظهر أهمية الصيانة الكهربائية والتدخل التقني. التقني يمكن أن يشارك حسب وظيفته وتأهيله في مراقبة تجهيزات الصيانة، تشخيص الأعطال وإعادة المعدات إلى الخدمات وفق الإجراءات المعتمدة. ثالثا، الصيانة الصناعية. إذا كنت تحب البحث عن سبب العطل فقد تكون الصيانة الصناعية مجالا مناسبا لك، لكن الصيانة ليست مجرد إصلاح العطل بل وقوعه. هناك أيضا الصيانة الوقائية، يعني أنك لا تنتظر دائما حتى تتوقف الآلة، بل تتم متابعة المعدات وإجراء العمليات الصيانة وفق برنامج محدد لتقليل احتمالية الأعطال والتوقفات. وهنا تحتاج إلى معرفة الكهرباء، المحركات، الأجهزة، الحماية، القياس وقراءة المخططات. رابعا، قراءة المخططات. هناك مهارة يمكن أن ترفع مستواك كثيرا: قراءة المخطط الكهربائي. إذا أعطاك مسؤول مخططا كهربائيا ولم تستطع فهمه فستواجه صعوبة في تشخيص النظام. لذلك تعلم دائرة القدرة، دائرة التحكم، الرموز الكهربائية، تتبع الأسلاك، العلاقة بين عناصر التحكم والحماية. وحاول دائما أن تربط المخطط بالمعدات الموجودة أمامك. خامسا، المحركات الكهربائية. المحركات جزء أساسي من العديد من الأنظمة الصناعية، لذلك يجب أن تفهم كيف يعمل المحرك، كيف يتم تشغيله، ما وظيفة الكونتاكتور، ما وظيفة الحماية، كيف يتم التحكم فيه، وما الأسباب محتملة توقفه. لا تحفظ فقط الأسماء الأجهزة، افهم دور كل جهاز داخل المنظومة. سادسا، الأتمتة الصناعية يمكن أن تكون خطوة مهمة، وهنا نصل إلى نقطة مهمة جدا. إذا كنت تريد تطوير مسارك بعد تعلم أساسيات الكهرباء يمكنك التوسع في الأتمتة الصناعية. تعلم أساسيات الحساسات، المشغلات، التحكم في المحركات، الأنظمة الآلية والمراقبة الصناعية. لماذا؟ لأنك عندما تجمع بين الكهرباء زائد التحكم زائد الأسمدة تصبح قادرا على فهم أنظمة صناعية أكثر تطورا. سابعا، هل الدبلوم يكفي؟ لنكن واقعيين، لا. الدبلوم مهم جدا لكنه ليس ضمانا تلقائي الحصول على وظيفة. هناك فرق بين شخص يقول أنا حاصل على دبلوم في الكهرباء الصناعية وشخص يقول أستطيع قراءة المخططات وفهم دائرة التحكم وتشخيص عطل واستعمال أجهزة القياس.
بطريقة صحيحة والعمل وفق إجراءات السلامة. الثاني ليس شيء مهم جدا، مهارة قابلة للتطبيق. ثامنا السلامة ليست اختيارية. الكهرباء مجال لا يسمح بالعشوائية. إذا كنت تستعمل في الكهرباء الصناعية يجب أن تكون السلامة جزء أساسي من تكوينك. تعلم إجراءات العمل ومخاطر الكهرباء واستخدام معدات الوقاية وقواعد العزل والتأمين المناسبة لمهامك. ولا تقم بتجارب على تجهيزات كهربائية حقيقية دون التكوين والتأهيل والإشراف المناسب. التقني المحترف ليس فقط من يعرف كيف يشغل المعدات، بل يعرف أيضا كيف يعمل بأمان. تاسعا لا تهمل اللغة الفرنسية. إذا كنت في المغرب فالمصطلحات التقنية الفرنسية ستكون مفيدة جدا في دراستك وحياتك المهنية. عاشرا كيف تجعل نفسك أقوى من باقي الخريجين؟ إذا كنت تريد أن تستفيد من تخصص الكهرباء الصناعية لا تتوقف عند برنامج التكوين. ضع نفسك خطة. الشهر الأول راجع أساسية الكهرباء. الشهر الثاني ركز على قراءة المخططات. الشهر الثالث تعلم المحركات ودوائر التحكم. الشهر الرابع تعلم أساسية أجهزة القياس والتشخيص. الشهر الخامس ابدأ. الشهر السادس ركز على الصيانة الصناعية والتطبيق، وبالتوازي طور الفرنسية التقنية ومهارات التواصل. الحقيقة الأخيرة، هل الكهرباء الصناعية لها مستقبل؟ لا يمكن لأي شخص أن يضمن لك وظيفة أو راتبا معينا، لكن المجال مرتبط بالقطاع الصناعي والتجهيزات الكهربائية والصيانة والتحكم، ويمكن أن يوفر مسارات مهنية مختلفة حسب تكوينك وخبرتك ومهاراتك. المهم ليس فقط أن تحصل على الدبلوم، المهم هو دبلوم زائد مهارة زائد تطبيق زائد خبرة زائد سلامة. تعلم مستمر، وهذه المعادلة يمكن أن تساعدك على بناء مسار مهني أقوى. إذا كنت تفكر في دراسة الكهرباء الصناعية لا تسأل فقط هل هذا التخصص مطلوب، اسأل نفسك ماذا سأتعلم، ما المهارات التي سأمتلكها، وكيف سأطور نفسي بعد التخرج. لأن التخصص يمكن أن يعطيك البداية، لكن من يبني المسار المهني. والآن اخبرني في التعليقات، الكهرباء الصناعية أم الإلكتروميكانيك أم الآلية والأدوات الصناعية؟ وأي تخصص أريد أن أشرحه فقط في الفيديو القادم. اشترك في القناة وفعل الجرس إذا كنت مهتما بالتكوين المهني، الكهرباء، الإلكتروميكانيك والتخصصات التقنية في المغرب. إذا إلى اللقاء في فرصة قادمة، وسنعدكم إن شاء الله في القريب في فيديوهات جديدة حول تخصصات التكوين المهني، وسنتطرق إلى العديد من التخصصات إن شاء الله لتختاروا الشعبة المناسبة لميولكم وكذلك لديها فرص الشغل. إذا إلى اللقاء.